السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي نعاود معكم فيديو ديال المستلزمات اللي غادي تحتاجي كمبتدئه باش تبداي. بزاف ديال البنات كيدخلوا عندي الخاص كيسولوني انا مبتدئه بغيت نبدا هاد البروجي هذا اولا تصايب لراسها اولا، ولكن ما كتعرفش باش تبدا. شنو نوع السلعه اللي خصها تاخذ منين تبدا؟ وراكم عارفين الواحد ملي كيكون يلاه قال بسم الله كيكون تالف عليه هادشي. اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا باش نوريكم لي ديتاي ديال اي حاجه غادي تحتاجيها باش انك تصايبي صاك. هادشي اللي كتشوفوا معايا هو اللي غادي تحتاجي كامل باش غادي تصايبي الصاك ديالك وغادي توجديه. اول حاجه غادي تحتاجي معايا كيف ما كتشوفي الجوهر. انا عندي هنايا النوار. الا بغيتي انت في البيض تقدري ديريه في البيض. المهم انا قلت لكم كمبتدئه انت غادي تبداي اول مره غادي تعلمي ولا بداي بالجوهر كيعاونك بزاف باش تعلمي فيه. خذي يا اما الكحل ولا البيض، اللي بغيتي. بالنسبه لهذا راه كاليتي مزيانه كتبداي بيه بشويه بشويه كي كتبداي تنوعي في العقيق. بالنسبه لهذا رقم 8 بيه باش كتبداي. تاني حاجه غادي تحتاجي معنا هو السبيب كيف ما كتعرفوا فيه الارقام كما كتشوفوا معايا. هذا رقم 050. هذا الصغير دايري كما فيه واش 50 مترو اولا 100 مترو، ما عرفتش بالضبط، ما نقدرش زعما نقول لكم القياس شحال فيه. بالنسبه لهذا راه كيخرج لك صاك. الا كنتي يلاه مبتدئه خدي لك غير هذا، راه كيدير كما كاين اللي كيحسبوا 10 درهم كاين اللي كيحسبوا 12 درهم. كاينه هذه كيف ما كتشوفي معايا البوبينه الكبيره هذه دايره 35 درهم. هذه بالنسبه لك ان شاء الله من تعلمي وتكوني كتخدمي لي صاك خدي هذه كطيح اقتصاديه، راه كتخرج لك بزاف ديال السيكان. الرقم ديالها 060. وانتي كمبتدئه كيف ما قلت لك هذاك راه كافيك باش انك تبداي. كتحتاجي معنا المقص يكون بحال هذا النوع هذا كيسهل عليك الاموريه بزاف باش انك تقطعي السبيب، باش انك تجبدي السبيب منين كيوحل لك ما بين العقيق ما كيبغيش يتجبد. كنعاون به انا لان كيف ما كتشوفي معايا الريوس ديالو كيكونوا بحال هكا كيف ما كتشوفي كيساعدوك بزاف. وبالنسبه للثمن ديالو راه رخيص ما غاليش. غادي تحتاجي معايا كما كتشوفي السنسله على هاد الشكل، راه فيها بزاف ديال الانواع والاشكال. يا اما كتاخديها بحال هكا كتكون واجده بهادوك السدادات ديالها كتجي بحال هكا كما كتشوفيها. الثمن ديالها 25 درهم. بالنسبه ليك انت زعما كمبتدئه تبداي بها هكا كتاخديها واجده، غير غادي تاخديها وتلصقيها على الصاك ديالك. وكاين معايا كما كتشوفي وكاين هاد النوع الثاني اللي كيتباع بالمتر، يعني كيكون رولو كبير. يا اما كتاخدي انتي هذاك الرولو ان شاء الله من كتبداي البروجي ديالك كتجيك كطيح لك الاموريه مزيانه. اما الا كنتي مبتدئه يلاه بغيتي تبداي تصايبي اول صاك ديالك كتاخديها هكا وكتاخدي مع هاد السدادات اللي كتشوفي كتركبيهم فيها. راه ساهل التركيب ديالهم كتركبيهم فيها والسنسله ديالك واجده. غادي تحتاجي هاد السداده هذه اللي كتشوفي فيها باش كتقفلي الصاك ديالك باش كيتسد معاك. راه كيجيو فيه هذوك التقيبات اللي كتشوفي فيهم، هذوك راهم كيسهلوا لك التركيب ديالهم في الصاك. كتركبيهم غير بالسبيب النيت كما كتشوفي. راه داير الثمن ديالها كما 5 دراهم على ما اظن، ما بقيتش عاقله مزيان. كاينين هاد لي زاكسسوار هادو ماشي ضروريين اللي كمبتدئه، ماشي ضروريين، انا غير كنوريهم لك باش تاخدي فكره وصافي. هادو كيكون فيهم اللوغو ديالك ان شاء الله ديري البراند ديالك علاش لا وتطبع لك فيهم اللوغو، ولا كتكون مكتوبه فيهم هاند ميد. من في الاول كتاخديهم غير بحال هكا مكتوبه فيهم هاند ميد كتلصقيهم في الصاك ديالك كاكسسوار. كتكون فيهم البلاستيكه كتحيد، كتكون فيهم واحد اللمعه زوينه. راه غير انا مبغيتش نحيد لهم البلاستيكه. وهذا ما كان، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى نكون شرحت لكم لي ديتاي اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع ليا وليكم يا ربي. الله يوفقكم، غير توكلي على الله وبداي. وواحد المعلومه اللي نسيت ما قلتها لكمش، باللي السبيب كما قلت لكم فيه الارقام. كاين هذا 05 و 06. من الاحسن كمبتدئه عاد باديه بداي بهذا ديال 05 كيسهل عليك الخدمه. بالنسبه للعقيق اللي تيكون رقيق فهمتي ما تيبغيش يدخل فيه السبيب، راه 05 كيعاونك. هذا 06 كيكون غليظ شي شويه
بالنسبه للعقيق اللي تيكون العوينه ديالو صغيره ما كيبغيش يدخل فيه، ماشي ما كيدخلش كيدخل، ولكن الا درتي فيه العقده ما كتبغيش تدخل، كتدخل بصعوبه شويه. داكشي علاش استعملي 0.5 كيسهل عليك الامور. وبالتوفيق يا رب العالمين لينا وليكم ولجميع المسلمين. ما تنسينيش من دعواتك، وما تنسينيش من سبسكرايب ولايك، وخلي لي اي سؤال بغيتي في الكومونتير راني غادي نجاوبك. ومرحبا بالجميع.